ب15 جنيه بس. هنزود من انتاج البيض بسرعة الصاروخ. من كتر قوة المكون ده الفراخ هتبيض لك بيضتين في اليوم الواحد، زيادة في انتاج البيض وتحسين من جودة انتاج البيض بسرعة غير طبيعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ان نبدأ الفيديو تنسوا تصلوا على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجة ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا في فلسطين. النهاردة ب15 جنيه بس هنزود من انتاج البيض بسرعة خيالية. هنشتري مكون من صيدلية بيطرية. المكون ده ب15 جنيه، له قدرة غير طبيعية في زيادة انتاج البيض ومن تحسين جودة انتاج البيض. من كتر قوة المكون ده الفراخ هتبيض لك بيضتين في اليوم الواحد. هنستخدمه 3 ايام ورا بعض، وبعدها الدنيا هتمطر علينا بيض من كتر قوة المكون ده. المكون ده يعني انا ماشيه عليه بقالي فترة كبيرة جدا، وتقريبا الكيس خلاص دي اخر مرة هحط منه للفراخ بتاعتي، فقلت لازم اطلع فيديو افيد بيه حبايب قلبي اللي بيتابعوني، وكمان اقول لكم على قوة المكون ده. المكون ده انا ماشية عليه يعني من فترة كبيرة جدا، وكل ما بخلص بجيبه تاني. يعني هو رخيص جدا، الكيس ب15 جنيه النص كيلو، والكيس الكيلو ب30 جنيه، يعني هو رخيص جدا. زيادة في انتاج البيض الغير طبيعية. بعد ما تستخدموه هتلاقوا زيادة في انتاج البيض وتحسين من جودة انتاج البيض الغير طبيعية. بيرفع نسبة الخصوبة، بيزود معانا من انتاج البيض. لو بنفقس البيض بتاع الفراخ بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا بتنام على البيض بتاعها، فبسم الله ما شاء الله البيض كله بيطلع، لان هو بيزود من نسبة الخصوبة معانا. وكمان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني انتاج في يعني لو عندك 10 فرخات هتلم 15 بيضة في اليوم الواحد. المكون ده ليه قدرة غير طبيعية كده. وكمان حجم البيضة بسم الله ما شاء الله، حجم البيضة بيبقى كبير جدا، وساعات الفراخ بتجيب لك بيضة بصفرين، البيضة دي بتبقى كبيرة جدا. تعالوا بينا نشوف ايه هو المكون اللي معانا في الفيديو ده. يعني ما انتوش زي ما انتوا شايفين كده الملامح بتاعه الكيس مختفية خالص، لان ده اخر مرة طبعا الكيس ده عند بقاله فترة كبيرة، في اخر مرة هستخدمه النهاردة معاكم. اسمه ثنائي فوسفات الصوديوم. الكيس ده كيلو، كنت جايباه ب30 جنيه من اي صيدلية بيطرية. هنقوله عايزين ثنائي فوسفات الصوديوم، طبعا على حسب اللي احنا عايزينه. الكيس الكيلو زي ما قلت لكم ب30 جنيه، والكيس النص كيلو ب15 جنيه. هنجيب كده ونحط حبة حلوين كده على المية بمقدار، يعني مثلا الجردل ده حطيت عليه بمقدار كده نص كوباية من ثنائي فوسفات الصوديوم. نص كوبايه اللي هي كوبايه الشاي كده، حطيت يعني يعتبر نص كوبايه على الجردل ده. هنستخدمه ازاي؟ هنحطه 3 ايام ورا بعض في الميه. هنشوف بقى 3 ايام ورا بعض بعد ما نستخدم ال3 ايام ده هنلاقي زياده في انتاج البيض. بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتنا كلها هتبيض، خاصه بقى لو عندنا فراخ قطعه او فراخ لسه يعني ما بداتش تبشر معانا من انتاج البيض. في ناس كتيره جدا وتعليقات كتيره غريبه كده بتجيلي على القناه، في يعني ناس بتقولي الفراخ عمرها 6 شهور لسه ما بدأتش تبشر بيض. ازاي يا جماعه؟ في بيقولي الفراخ عمرها 7 شهور 8 شهور ما بيضتش خالص معايا. ده ازاي ده يا جماعه؟ طبعا لازم نستخدم العلفات او المكونات اللي انا بقول لكم عليها. طبعا هترجعوا للفيديوهات القديمه اللي انا بقول لكم على المكونات اللي فيها. وكمان زائد المكون ده بنبدا نستخدمه كده اول حاجه اللي هو ثنائي فوسفات الصوديوم. ده بيبقى غير طبيعي. الفراخ بتاعتنا بتبدأ تبشر، يعني عندنا الفراخ كده عمرها 2.5 شهور 3 شهور لسه ما بدأتش تبشر معانا، فنستخدم لها المكون ده. هتبدأ تبشر معانا من 3 شهور فقط. بسم الله ما شاء الله كده الفراخ بتاعتنا هتبدأ تبشر من عمر 3 شهور. لو الفراخ عندنا فراخ كانت بتبيض وقطع بقالها فترة، فبعد ما نستخدم لها المكون ده بسم الله ما شاء الله هتبيض معانا من تاني، وما هيش هتقطع خالص بقى كل ما احنا ماشيين على المكون ده. يعني انت كل كده ما تحس ان الفراخ بتاعتك البيض بتاعها قل، فهنجيب ثنائي فوسفات الصوديوم. طبعا احنا هنجيب الكيس نص كيلو او الكيلو، طبعا ما هيخلصش من اول مرة، هنقعد نستخدمه يعني حبة كتار. يعني الكيس ده عنده تقريبا بقالي 3 شهور كده او 2.5 شهور، يعني في الحدود دي. بس بسم الله ما شاء الله كده فوائده غير طبيعيه. انتوا لو جربتوه هتشوفوا الفوائد بعينيكم. بسم الله ما شاء الله كده انا مطلعش اقول لكم كلمه واحده غير وانا واثقه فيها 100%، مجرباها على الطيور بتاعتي، شايفه الفوائد بتاعتها بعينيا.
وكمان ما بنطلعش نجرب حاجة اول مرة، لازم انا اجربها على الطيور بتاعتي. لما بسم الله ما شاء الله كده الاقيها خلصت خالص كده، فبطلع اقول لكم الفوائد بتاعتها، لان المكون ده بسم الله ما شاء الله كده انا شفت ليه فوائد غير طبيعية. وكمان بيزود معانا من انتاج بيض البط. يعني بسم الله ما شاء الله كده البط المسكوفي عندي، طبعا احنا بنعمل روتينات في البط المسكوفي. ناس كتيرة كانت بتقولي ازاي عدد انتاج البيض كده كبير. يعني البط المسكوفي اللي انا مصورها لكم دي يعني كانت نايمة عندي على 20 بيضة. انتوا طبعا استغربتم وقلتولي ازاي ال20 بيضة. في ناس كتيرة جدا 7 بيضات 8 بيضات. انا عندي في بطة شيني يعني قبل ما استخدم لها المكون ده كانت بتنام عادي على 7 بيضات، كانت بتبيض 7 بيضات وتنام. لكن بسم الله ما شاء الله دي كانت بيضة 22 بيضة، كسرت 2 ونامت على 2. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني اغلبكم كده يعني قال لي ازاي عدد انتاج البيض ده كبير، ويا ريت تقول لنا معلومات. فثنائي فوسفات الصوديوم ده فراخ بلدي، فراخ فيومي، فراخ جميس، فراخ ساسو، بط، فراخ رومي، اي حاجة بتبيض عندنا نستخدم لها المكون ده. بسم الله ما شاء الله هنزود من انتاج البيض بسرعة خيالية، بيرفع نسبة الخصوبة، يعني الجنين بيبقى في البيضة بشكل اضمن. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي.